صباح الخير ومرحبا بكم معايا اليوم في وصفة من وصفات رمضان. اليوم غنقادو إن شاء الله سلو أو سفوف مغربي بطريقة تكون سهلة، كيجي معلك وبواحد المذاق رائع بزاف. غنصاوبوه بدون تعقيدات، بلا زبدة، غنخدموه غير بالزيت اللي كياكلو كيعجبو بزاف، ما فيش كترة اليدام. وانا متأكدة إلا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. غنخدموه بمقادير ديال كيلو الدقيق، ممكن انكم تضاعفوه وممكن انكم تنقصوا من المقادير على حسب الرغبه. بسم الله. دابا غندوزو للطريقه. هنا عندي كيلو ديال الدقيق، درته في طاوه ودخلته الفران درجه حراره 180. كل شويه كنبقى نقلبو ونحركوه حتى كيولي اللون ديالو ذهبي. تقريبا المده ما بين 30 دقيقه حتى 40 دقيقه على حسب الدقيق. المهم هو اللون ديالو يكون هكا مفتوح، ذهبي مفتوح، حيت ملي غنخدموه باقي غادي يتغمق ليه اللون. بالنسبه للوز عندي هنايا كيلو لاروب، قليته في الزيت بالقشره ديالو باش كيبقى المذاق ديال اللوز باين ومجهد في سلو. طحنته مزيان، وهنايا تقريبا خليت 2 الكيسان من هذاك اللوز، حيت له القشره ديالو، قليته في الزيت وخليته للتزيين. هنا عندي كيلو ديال الجنجلان منقي مزيان ومغسول وكنصفيوه ونخليوه حتى تينشف. خديت كيلو لاروب حمرته غير في الكوكوت، انا كيجيني محمر في الكوكوت احسن من المقله ولا الفران. كنبقاو تنحركوه مزيان حتى يتحمر. طحنته مزيان، والربع اللي بقى غير هرمشته، يعني طحنته هكا خفيف باش يبقى باين في السلو. وعندي كيلو ديال الكاوكاو اللي محيده ليه القشره ديالو، قليته في الزيت وطحنته على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. خليت منه شويه، ما مطحونش بزاف بحال الاول، يعني مطحون غير شويه خفيف، تيبقى هكا مهرمش. اما بالنسبه للسكر كلاصي والزيت، انا بالنسبه ليا كنديرهم حسب الذوق، لان كل واحد والقياس ديالو في الحلاوه والرغبه ديالو، يعني ممكن نزيد عليهم ممكن نقص. هنا حبه حلاوه مع النفع مخلطاهم، وعندي القرفه والمسكه حره هنا مدقوقه مع معلقه صغيره ديال سكر سنيده. نخدمو في بانيو ولا في قصريه على حسب اللي بغيتو. كنبقاو نحطو حاجه بحاجه. اول حاجه حطيت الدقيق، غنزيد عليه سكر كلاصي، ولكن ضروري ندوزو من الصفايه باش ما يبقاش لنا السكر مكركب. وغنديرو غير شويه في الاول حتى كنذوقو، من بعد عاد باش ديك الساعه كنشوفو واش نزيدو ولا بركه. هنا زدت الزنجلان، وفي اي مكون كنزيدوه كنبقاو نخلطو مزيان باش كيعطينا سلو كله بمذاق واحد. كنزيدوا المكونات اللي بقاو لينا، اللوز وكاوكاو. كنبقاو كيف ما قلت لكم نخلطوه مزيان باش ما يبقاش لنا مكركب وكل شيء يتخلط. هنايا زدت 2 معالق صغار ديال القرفه، وغنزيد 3 المعالق صغار ديال حبه حلاوه مخلطه مع النافع. وإلا لاحظتوا انا ما كثرتش حبه حلاوه والنافع باش ما يعطيناش المروريه في السلو، وفي نفس الوقت كيبقى داك لوغو ديال الكاوكاو واللوز تيكون مجهد في السلو، تيكون المذاق ديالو زوين. هنا زدت المسكه الحره وزدت قبصه ديال الملحه.
واهم حاجه كيف ما قلت لكم هو انه نخلطوا كل شيء، نخلطوه مزيان. والزنجلان المهرمش خليتوه هو الاخراني عاد باش ضفتو. ممكن تضيفوا المكونات كيف ما بغيتو، يعني بالترتيب اللي بغيتو. المهم اهم حاجه هو كلشي يتخلط مزيان. هنا درت الزلافه الاولى ديال الزيت حتى كنخلط مزيان، عاد باش تنزيد الزلافه الثانيه. وبان لي بانه داك هو القياس. ممكن انكم تزيدوا الا بغيتوا سلو يكون فيه يكون مزيت اكثر. انا هكا حسيت به جا على القياس، يعني هكا انا كيعجبني يكون هي على القياس، ما يكونش مزيت بزاف. وانتم كتبقى على حسب الرغبه. كنبقاو نخدموه بيدينا مزيان ونمزجوا المقادير بيناتها. ملي خلطت كل شيء هنا غادي ندوقو باش نشوف السكر واش في القياس او لا نزيدو. وباليه بلي خاصو غير شويه ديال السكر ويكون هو هذاك. نتوما كيبقى لكم كيف ما قلت لكم على حسب الرغبه كديروا السكر اللي يناسبكم. اما طريقه التزيين كتبقى على حسب الرغبه. كفكره هنا خديت هذا القالب ديال السيليكون، دهنته بشويه ديال الزيت غير باش ما يتلصقش لينا فيه سلو من نبغيو نحيدوه. وهكا كنكونوا سالينا السفوف ديالنا. الى عجبكم الفيديو كنتمنى ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وإلا جربتوا الطريقه ديالي خليوا لي تعليق. تنقول لكم بالصحه والراحه والى فيديو جاي ان شاء الله.